السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا كنت بتكلم على الرئيس كلامه اللي هو قال احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي. ماشي حضرتك، انا موافقه اللي ما فيش اكتفاء ذاتي. طب احنا كشعب ناكل ونشرب منين؟ حضرتك انت جبت لنا اعداد كتير علينا، جبت لنا لاجئين، دخلت لنا سودانيين، دخلت لنا سوريين. احنا بقى كشعب مصر نفسه العدد بتاعهم ياكلوا منين؟ حضرتك عملت مشاريع كتيره للزراعه وعملت كذا وفتحت كذا وحاجات كتيره، وقلت لنا استحملوا، من اللي يستحمل دلوقتي الجيل اللي بعده هيلاقي حياة احسن وحياة افضل. انا مش لاقيه. احنا مش بنكره حد ومش بنكرهك ولا مش عايزينك تضرنا، احنا عايزين نتعايش مع الناس. انا خايفه الواحد يتكلم كلمتين يروح ورا الشمس. يعني انا قالوا لي يا ماما اتكلمي في اي حاجه، بعيده عن السياسه، بعيده عن اي حاجه. ماشي، انا مع حضرتك والله. انا كأم انا بكلم حضرتك، انا ست كبيره مش صغيره، مش قاعده اقول لحضرتك انا حضرتك انزل للطبقه بتاعتي، انزل لطبقتي انا. احنا بقينا طبقتين ومفيش تالت، لا فوق قوي لا تحت قوي. احنا بقينا تحت قوي 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 قوي. يعني لدرجه ان احنا ولا لاقيين ناكل الاكل الطبيعي. الفلوس بقت بتطير، اقسم بالله العظيم الفلوس بتطير. تفك ال100 جنيه اكنها بقت 10 جنيه. معلش احنا مش بنقبض الملايين ده، احنا معاش. انا باخد معاش من جوزي الله يرحمه من سنين. يعني انا معاش جوزي انا ما بيعديش ال4000 جنيه، انا وعيالي، انا معايا 3 اولاد. ما بيقضيش حضرتك. بنحاول وبنخبط ومن هنا ومن هنا وبنجازف عشان نعيش وناكل وبنشرب وناكل ونجيب علاج وندفع ايجار. طب وليه بتزنقوا علينا؟ حضرتك انت قلت مفيش اكتفاء ذاتي، انا مع حضرتك. ايه البديل؟